لا وهي مش اول مره يتفجر ابراج كهرباء، ما احنا كنا بنسمع دايما عن تفجير، بس كانت يعني ايه في الحاجه بقى مناطق الثانيه اللي سكنيه. اهم من كل ده مم. ان الناس مش شايفه عقاب رادع. انت صح بتمسكي انت تفجر لك اكتر من 70 برج. صح. الناس فين اللي فجرت الابراج دي؟ محدش ولا عارف. في اي حاجه، قاعدين ياكلوا برطعه في السجن ويطلعوا تكليفات من جوه السجن، ومفيش اي حاجه تقول. وتيجي هو تقولي فكره اداره التكليفات او اعطاء التكليفات دي داخل السجون دي امور سهله يعني؟ سهله. ايه الهجص اللي انتوا سامعينه ده؟ انا قعدت في السجن 20 سنه. لا ما انا عارفه، ما انا عشان كده بسالك. انا اقدم من وزير الداخليه. يجي هنا في برنامج وانا اقول له ايه الحاجات دي بتطلع ازاي. طب بتطلع ازاي بقى يا شيخ نبيل؟ بصي، الفلوس بتعمل كل حاجه. في واحد يدفع في موبايل ثمنه 100 جنيه بيدفع 10000 جنيه عشان يجي له هو عز ده ما كانش معاه موبايل جوه، اقطع دراعي الاثنين ان ما كان معاه تليفون ساتلايت كمان. واحد زي عز ده اشتري السجن. احمد عز يعني. خيرت يشتري. انا كنت مع خيرت في السجن، كان مشتري السجن. كل المخبرين هو مجندهم. احنا عشان نبقى صراحه بقى، يجي حد يقعد قدامي وانا اواجهه. انا كنت مع خيرت جوه السجن، كان بيشتري السجن، عامل يوميات. ده بقى اذا كان بقى الرئيس السيسي يسمع، وزير الداخليه يسمع، يجي وزير الداخليه يقعد قدامي، انا اقدم منه في مصلحه السجون. انا بكلمك كل حاجه في اختراقات. يعني لما انا اجيب موبايل يوم بدفع فيه 5000 جنيه وبرميه، كسره وارميه في الزباله، احطه في دوره الميه. تمام. معايا؟ هو يقول لا ده مفيش تكلفات، لا انت كذاب لا مؤاخذه هجاص. او ما تعرفش حاجه عن السجون. معايا؟ احنا فين الناس اللي عمل لا مؤاخذه حبره فين؟ خد اعدام. وان اذا كان الواد اللي رمى الطفل ذبح طفل ورماه، طالعين بالكفن يقول لك شهيد شهيد صح. واصل ضغطوا على امه، طب امه ميته، كذابين اصلا مثلا يعني. معايا؟ فعايز اقول لك احنا لازم يبقى في وقفه حاسمه. الايدي المرتعشه ما تقيمش دوله. معايا؟ محمد علي باشا لما المماليك كانوا قارفينه وكل واحد واخد محافظه عاملها دوله، لمهم وخلص منه وعمل اعظم دوله. معايا؟ فاحنا مش عاوزين حقوق الانسان وحقوق الحيوان ما نفعتناش بحاجه. حقوق الانسان ايه؟ انا بقول لجماعات حقوق الانسان دي دكاكين المخابرات. طب ما حسني مبارك حكم البلد 30 سنه طوارئ، كنتوا فين؟ كنتوا حاطين في بقكم جزمه. 30 سنه طوارئ كان بيعتقل اللي يعتقله. معايا؟ محدش كمان. لا مؤاخذه لو اتخانقت مع ضابط شرطه يعتقلك. صح. ما هو لا هو كان في هيبه، هو كان بشكل عام في هيبه للدوله. ما فيش في اهدار للحقوق، فاخرتها ايه؟ اخرتها ثوره وشالته. معايا؟ ما اخرتها ثوره وشالته. هو حسني مبارك خبط على السجن وقال لهم احبسني من فضلك، ولا الثوره اللي دخلته السجن؟ طبعا. فاللي احنا عاوزين نقوله يا جماعه، احنا ما نبقاش عاملين زي النعامه. حط دماغنا في الرمل. لا، في اختراقات، التكليفات بتطلع من السجون. هاتي لي مدير مصلحه السجون وانا اقول له الحاجات بتدخل ازاي وبتطلع ازاي.